السؤال اللي بعده: الشكل المقابل يمثل ثلاث أسلاك مستقيمة ومتوازية، وفي مستوى الصفحة يمر بكل منها تيار كهربي يؤثر على السلك واي. مجال خارجي منتظم كثافته بي، عمودي على مستوى الصفحة وإلى الداخل. فإذا كانت القوى المغناطيسية المؤثرة على وحدة الأطوال من سلك واي عبارة عن 4 في 10 أس سالب 6، فحيث قيمة كثافة الفيض الخارجي اللي هو قيمته بي ده إيه؟ سؤال جميل جدا. اللي هيحل السؤال ده هو اللي فاهم كويس أوي. طيب تعال نفهم الجملة دي. القوة المحصلة على السلك واي اف توتال على السلك واي عبارة عن بي اي ال ساين ثيتا، وهنا المجال عمودي على السلك فسيبك من ساين ثيتا، ساين 90 بواحد. خلينا في البي. البي توتال اللي واقع فيها السلك واي، لكن التيار مش تيار التوتال، تيار السلك نفسه اللي هو الواي اللي هو تياره 5. في الطول انت قلت لي القوة لوحدة الأطوال، يبقى الطول هنا جبناه الناحية دي، يبقى الاف توتال على ال عبارة عن بي توتال في 5. طيب قيمة القوى المحصلة كام؟ 4 في 10 أس سالب 6 بتساوي البي توتال في 5. طب ما أنا أقدر أجيب البي توتال اللي بتأثر على السلك واي. هيبقى البي توتال دي بتساوي 4 في 10 أس سالب 6 البعيد عن القريب على 5، تطلع 8 في 10 أس سالب 7. طيب ماشي، يبقى دي البي المحصلة عبارة عن 8 في 10 أس سالب 7. البي المحصلة دي، البي المحصلة جت منين؟ جت من 3 مصادر. جت من السلك اكس، السلك اكس رمى عند السلك واي مجاله، يبقى في بي جاية من اكس، وكمان جاية من السلك زد، يبقى السلك زد رمى مجال السلك زد ده رمى مجاله عند واي، وفي كمان بي خارجي بتأثر على السلك واي، واحنا عايزين البي خارجي. طيب نمسكهم واحد واحد ونجيب مجالاتهم ونشوف اتجاهاتهم عشان نعرف المحصلة دي جت بجمع ولا بطرح دول. فهنمسك بي اكس، هنقول بي اكس عبارة عن، هختصر القانون اللي هو ميو اي على 2 باي دي، هختصر الميو على 2 باي. الميو اللي هي 4 باي في 10 أس سالب 7، وال2 باي اللي هي في المقام دي هطير دي مع دي يبقى فيها 2 في 10 أس سالب 7. الجزء ده كده معناه 2 في 10 أس سالب 7، يبقى 2 في 10 أس سالب 7 في تيار اكس اللي هو 2 على بعده بالنسبة لواي اللي هو نص، ونص متر مش محتاج تحويل. هيطلع معاك قيمة البي اللي جاية من اكس 8 في 10 أس سالب 7. لو انت شاطر انا عرفت انت فكرت في ايه، بس اصبر علينا. البي اكس قد مين؟ قد المحصلة. بس استنى، تعالى نجيب البي القادمة من السلك زد. هنقول 2 في 10 أس سالب 7 في تيار زد اللي هو 3 على مسافته اللي هي 3 من 10. هيطلع البي اللي جاية من زد عبارة عن 2 في 10 أس سالب 6. طيب بالنسبة لإكس رامي مجال إيه؟ بالنسبة لإكس رامي مجال إكسات. طب وبالنسبة لبي زد رامي مجال إيه؟ هنا إكسات يبقى هنا نقط. يبقى المجالات دي مختلفة عن بعضها. ماشي. والمجال الخارجي البي خارجي عبارة عن إيه؟ عبارة عن إكسات. تمام. فممكن حد يقول إيه بقى؟ ممكن يقولك ده معناها علشان دون يساوي المحصلة، ده معناها ان بي زد لاشت البي الخارجي، فالبي خارجي هتطلع ب2 في 10 أس سالب 6. ده حد يفكر كده، واللي هيفكر كده هيبقى ذكي جدا ومش لاقيها في الاختيارات. فانا هقول له تعالى نحلها بالطريقه التقليديه، لانك لما شغلت دماغك ما طلعش الناتج. فتعالى نقول ايه بقى. انا معايا المجالات دول متشابهين، ممكن اجمعهم واطرح منهم المختلف يعني، بس انا عندي احتمالين. ليه النتيجة بتاعتك ما طلعتش صحيحة؟ لأن المسألة فيها احتمالين. ممكن تكون إن دول فعلا هيتجمعوا، يعني ممكن نكون البي توتال عبارة عن إني هجمع بي إكس زائد بي خارجي زائد بي خارجي عشان مجالاتهم شبه بعض، واطرح منهم البي زد. وممكن تكون البي توتال عبارة عن إن بي زد هي كبيرة، واطرح منهم البي اكس زائد البي الخارجي. مش هما احتمالين؟ انت هتطرح، بس مين الكبير ومين الصغير؟ انا مش قادرة اجمع دول علشان اقدر احدد اذا كان جمعهم اكبر من بي زد ولا لا. فبالتالي ممكن اجمع واطرح منهم بي زد، وممكن تكون بي زد تفوق عنهم واطرح منهم المجالات دي. فعندي احتمالين، فانا هجرب كل احتمال من دول. فهاجي هنا اعوض عن البي توتال. البي توتال اللي احنا كنا حسبناها في الاول 8 في 10 أس سالب 7،
بيساوي البي اللي جاية من اكس اللي هي 8 في 10 أس سالب 7 زائد البي الخارجي ناقص البي اللي جاية من زد اللي هي 2 في 10 أس سالب 6. تمام. هيبقى معاك هنا ادي 8 في 10 أس سالب 7 هتساوي، هنا هتعمل ايه بقى؟ هتودي، يعني ايه هتودي؟ يعني هتودي الناحية دي 8 في 10 أس سالب 7 بالسالب، وتودي دي بالموجب 2 في 10 أس سالب 6، وتشوف البي خارجي هتطلع كام. هتلاقي ان دي زي ما انت كنت بتفكر بالظبط، لاشت دي وهيطلع البي خارجي ب 2 في 10 أس سالب 6 ومش موجودة في الاختيارات. يبقى اللي انت فكرت فيه صح، بس ده يعتبر احتمال من ضمن، في احتمال تاني، والاحتمال اللي انت فكرت فيه ما طلعش صحيح. الاحتمال التاني بقى اللي احنا هنجربه ده، هنجرب الاحتمال التاني. هنقول ان البي توتال اللي هي 8 في 10 أس سالب 7 بتساوي البي زد، البي اللي جايه من زد، البي اللي جايه من زد اللي هي قيمتها كام؟ 2 في 10 أس سالب 6. خلي بالك هي 2 صغيره، بس 10 أس سالب 6 الرقم ده لما صغر بيبقى قيمه كبيره. ماشي. ناقص، هوزع السالب، يبقى هنا سالب وهنا سالب، سالب بي اكس، بي اكس اللي هي كام؟ اللي هي 8 في 10 أس سالب 7. خلي بالك الرقم ده اكبر من ده، عشان دي 10 أس سالب 6 وده 10 أس سالب 7، بس لسه كمان ما خلصناش، السالب هيتوزع هنا كمان، يبقى سالب بي خارجي. طيب هنعمل ايه؟ هنجيب سالب بي خارجي الناحيه دي، يبقى بالموجب، يبقى بي خارجي هيساوي، سيب دي هنا 2 في 10 أس سالب 6، وسيب دي هنا سالب 8 في 10 أس سالب 7، وادي دي هناك سالب 8 في 10 أس سالب 7. هيطلع معاك الناتج 4 في 10 أس سالب 7. لقيتها موجودة في الاختيارات، يبقى هنا الإجابة هتبقى رقم ب. سؤال جميل جدا، ويا ريت أعرف برضو آرائكم في التعليقات.